بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح الشروط او الاف ستيتمنت. نبدأ على طول عشان تعرف الشروط. هكتب اف، تكتب الشرط بتاعك بعد كلمة اف. هنحدد اول متغير، نقول له لوكال كان اتاك تساوي فولس. هنا تقول له الشرط بتاعك، تكتب له كان اتاك، وعشان تحدد تقول له لو بيساوي كذا تكتب 2 يساوي، تقول له مثلا كان اتاك بتساوي ترو. بعد كده تكتب زن انتر، تحدد نهايتها بانت، فهتقول له برنت هي كان اتاك. هنا انت قلت له لو بيقدر يضرب. طب انت عايز تقول له بقى برضو لو هنا مثلا كان اتاك فعلا بتساوي فولس، فتقول له انت كده قلت له لو، تقول له لو كمان else if كان اتاك بتساوي فولس then print he can not attack. هنا باختصار بسيط انت بتقول له لو بيقدر يضرب، فاطبع لي الكلمه دي. هنا زين بتقول له اعمل اللي بعد، اعمل اللي جوه السطر. هنا انت بتحدد الاتنين بإند واحده. انت هنا بتقول له لو بيقدر يضرب، فاطبع لي هو he can attack. هنا بتقول له لو كذا تاني he can attack بتساوي فولس، هنا بتقول له he cannot attack. طب انت عايز بقى تقول لو الاتنين برضو ما حصلوش، يعني مثلا ما فيش اصلا متغير كان attack، تكتب له else. لو الاتنين يعني ما حصلوش print no variable. نجرب دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو. طبعا he can attack he cannot attack. ليه؟ عشان عندنا ال can attack بفولس. عايزين نجربها بشكل عملي اكتر، نعمل لنا مثلا بارت هنا نسميه test، نغير لونه ونخليه ريلي ريد. نحط هنا بدل كان اتاك بارت تساوي جيم عشان نخش على اللعبة، ورك سبيس تيست. احنا كده جبنا البارت. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ نشوف لو البارت ده لونه فعلا ريلي ريد يحوله لاصفر. لو بس كده خلينا لحد دلوقتي بس نعملها دي. اف بار دوت بريك كولر بتساوي، هتقول له لو لون البارت ساوى بريك كولر دوت نيو ريلي ريد. انا بتقول له لو لون البارت ساوى ريلي ريد، خليه مثلا بارت دوت بريك كولر تساوي بريك كولر، خليه مثلا اخضر. هنا بتقول له لو لون البارت فعلا بيساوي ريلي ريد، فخليهولي اخضر. نجرب زي ما احنا شايفين يتحول لاخضر. بس احنا مشفناش هو بيتحول عشان ننفذ الكود على طول، فعايزين ناخد ثواني. فنقول له قبل ما يبدأ ال if statement هنكتب له task دوت wait، خليه يستنى 3 ثواني قبل ما نخش. 4، احنا شايفين كده 1 2 3 4 تحول. ان شاء الله يعني قدام هتبقى تتعلم حاجات مفيدة اكتر منها، تستخدمها كتير، مش بخاص يعني في البارتات بس، تتعلمها اكتر في الاكواد. تقدر بقى تطبق على كل حاجة كده. مثلا نغير الحجم بتاعنا، نجيب الحجم بتاع دلوقتي سايز، خليه مثلا مربع. احنا عايزين حجمه مثلا نخليه 10، فنجيب الحجم نكتب له هنا سايز. لو حجم السايز حجم البارت بيساوي فيكتور 3 دوت نيو. لو حجم البارت ب5 اللي هو فعلا هنا ب5، فاحنا عايزين نكبره شوية. بارت دوت سايز تساوي فيكتور 3 نيو الاكس مثلا خليه مربع 10 10 10. خش. اه نسيت احط، خليه يستنى شوية. تاسك دوت ويت خليه يستنى 4 ثواني. 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين كده. كده نكون خلصنا if statement. ان شاء الله اللي جاي اجمل. السلام عليكم.